لو انت مش على لينكد ان فصدقني انت بتسيب فلوس على الترابيزه من غير ما تقرب لها، وبتقفل الباب في وش اي فرصه شغل ممكن تجي لك، سواء من كلاينت او شركات محترمه انت تتمنى تشتغل فيها. ولو انت من انصار مقوله انا عمري ما شفت حد اشتغل من على لينكد ان، فخليني اقول لك ان انت غلطان، عشان في الفيديو ده هنتعلم ازاي تسوق لنفسك وتجيب شغل من على لينكد ان زي المحترفين بالظبط. اول حاجه لازم تسالها لنفسك، هو انت جاي على لينكد ان ده تعمل ايه؟ لينكد ان مش مكان للميمز او البوستات بتاعه صباح الخير يا جميل، صباح الفل يا ورد. انت داخل هناك علشان تبني بيرسونال براند بتاعك وتسوق لخدماتك او شركتك وتجيب فرص شغل او عملاء ليك، واهم شيء انك تتعرف على ناس مهمه في مجالك. هدفك هو اللي هيحدد ازاي هتظهر وازاي هتكمل. بروفايلك بيساوي سي في لايف لكل الناس، ما ينفعش يبقى شكل بروفايلك كانك لسه مولود دلوقتي. يعني اهتم بصوره البروفايل بتاعتك، بلاش صور سيلفي وبلاش صور الافراح. حاول تحط بانر جذاب بيعبر عن الشغل بتاعك، تايتل يكون واضح ومميز، مثلا تقول انك ديجيتال ماركتير، وممكن تقدر تقول انك بتساعد البراندات في انها تحقق الاهداف بتاعتها. السكشن بتاع الاباوت حط فيه انت مين، بتعمل ايه، وبتفيد مين، واهم حاجه تحط ابرز الانجازات اللي انت حققتها خلال الفتره اللي فاتت. بعد كده عندك المحتوى، ده سلاحك القوي، وهنا مش لازم تكون كاتب عبقري، بس لازم تكون واضح ومفيد ومنتظم. بوستين 3 في الاسبوع كفايه جدا كبدايه. نيجي بقى لانواع المحتوى اللي تنفع: قصص نجاح او مواقف حصلت لك، دروس من شغل حقيقي، عرض مشاريع، نصائح سريعه ومفيده، مقارنات قبل وبعد والغلط والصح اللي انت اتعلمته، وقول رايك الشخصي. الناس بتنجذب للي عندهم وجهه نظر مش بس بيقولوا نصايح عامه. افتكر دايما ان التفاعل بيساوي فرص، ما تستناش الناس تجي لك، روح انت ليهم. اعمل لايك وكومنت على كل البوستات في مجالك، اسال اسئله، اعمل منشن لزمايلك، او ابعت رسائل فيها قيمه مش طلب بس للشغل. ونصيحه من اخوك، كل تفاعل بتعمله بيساوي تسويق لنفسك ببلاش. نيجي بقى لاخر حاجه: عاوز تبعت لحد على لينكد ان دي ام، ما تبداش بجمله لو سمحت خد ده السي في بتاعي. ابدا بجمله مخصصه ليه، اظهر فيها السبب اللي يخليك تكلمه والقيمه الواضحه هتفيده بايه، وسيناريو واضح للتعامل. مثال: استاذ محمد، انا شفت البوست بتاع حضرتك انك طالب حد للتدريب، انا شغال في مجال التسويق وساعدت 3 منهم يوصلوا لنتائج قويه جدا في الاعلانات، وشايف ان دي فرصه كويسه جدا وعندي كتير اقدمه ليكم، ومتاكد ان اللي انا محتاج اتعلمه موجود معاك. كل اللي طالبه فرصه ان انا اشرح الموضوع ده في مسج سريعه او كول 10 دقائق. وبالمناسبه دي رساله حقيقيه جت وانتهت بتوظيف صاحبها. فلو بتدور على وظيفه معينه في مجال الديجيتال ماركتنج تقدر تسيب لنا كومنت عشان ابعت لك لينك على الواتساب، جروب كده احنا عاملينه وبنبعت فيه كل الوظائف اللي على لينكد ان بشكل دوري. تعالى بقى نكتب كل اللي فات ده في ورقتنا. لينكد ان هو كنز للناس اللي بتعرف تستخدمه صح، بروفايلي هو الهويه بتاعتي، هوايه هو طريقه لبناء البراند بتاعي، التفاعل هو اللي هيوصلني للي انا عاوزه.